خبزة ذراع صحية سون جلوتين انتي انفلاماتوار بنينة وفاوحة وبكلها منافع. تحقيت في الوصفة متاعي كعبتين تفاح حجمهم متوسط، برشتهم بالفازة اللي نبرشوا بيها سلطة بقشورهم بكلهم، ولهنا التفاح هو اللي باش يعطينا الحلاوة في خبزة الذراع متاعنا. وبعد زدت العظم الحليب وزيت الزيتونة. نخلي لكم المقادير الكل مكتوبة تحت الفيديو، وحطيت شوية اكستريت فاني وما زهر، بالطبيعة لزوم الفواحة التونسية. واكيد ما نسيتش الذراع. هو الذراع ولا السورغو يعتبر واحد من الكنوز الغذائية في حوض المتوسط، اما المشكلة انه في عاداتنا نستهلكوه مع برشا سكر، وكان لازم ما تيسر من الشامية. هذا علاش نشوف من المهم انه نحاولوا ندخلوه في وصفات صحية اكثر باش نستفيدوا منه من غير ما نفسدوه بالسكر. الذراع يا سيدي مصدر بروتينات نباتية، فيه الياف عالية وخالي من الجلوتين طبيعيا، فيه مضادات أكسدة وغني بالمعادن حديد مغنيسيوم وزنك. نزيدكم ولا يزيكم في الوصفة متاعنا تنجموا تكتفيوا بحلاوة التفاح، وإلا تعملوا كيفي بديل للشحور اللي عملته مغرفتين عسل طبيعي عليهم مغرفتين ما زهر، وسقيت بيهم خبزة الذراع متاعي أول ما خرجت من الفور. وهكا تحصلت على خبزة ذراع فاوحة وبنينة، وأهم حاجة تنجموا تاكلوا منها من غير إحساس بالذنب. يلا كان جربت الروسيت ما تنساوش باش تخليوا لي رايكم.